السلام عليكم. وحشتوني ويا رب اكون انا كمان وحشتكم. بصوا بقى، انا صديقه عزيزه عليا جدا قابلتني وحكت لي على موضوع انا نفسي مش يعني مستغرباه. صديقتي دي معاها 3 بنات وولد. ابنها ده كان عامل فيها ديك البرابر، ممشي اخواته على العجين ما يلخبطوه. هي بتقول لي انا مستغرباه، حاسه كانه اتبدل، وكان يعني زي ما بيقولوا كده كان مراته سحراله. عايزه اقول لك ابني لو كان لقى القميص بتاعه مكرمش كان ممكن يقوم يضرب اخته. لو قال لاخته على تعمل له كوبايه شاي واتاخرت شويه ولا سرحت في حاجه كان ممكن يخبطها باي حاجه. انا لما بروح ازوره بتعقد وبكره عيشتي، ببقى مش عايزه اروح له. بس اعمل ايه؟ بيصعب عليا وبيقعد يقول لي تعالي تعالي، وكمني بروح ازور البنات. طب انا بودي البنات عشان لازم اودهم عشان دول معاشرين ناس غرب، ولازم يعرفوا ان هم ليهم اهل واهلهم بيبص عليهم، واصل البيه ما بيروح لهمش. فاروح بقى عنده بقى. عايزه اقول لكم من اول ما يفتحوا لي باب الشقه وانا بقرف من الشقه ومن دخلتها. شقه ليها ريحه مكمكمه، ليها ريحه كده مقرفه. وبعدين مراته مهمله اهمال الدنيا. يعني لو دخلت المطبخ تلاقي المواعين فوق بعضها، ومعلش ما تزعلوش مني، مش مواعين وبس، المواعين دي فيها بواقي طبيخ معفنه. انا معرفش هو ازاي بيشوف الحاجات دي وبيسكت. تعالوا بقى لو دخلت مثلا اريح ولا حاجه، ولا اقعد على السرير ولا حاجه وافرد رجلي، اتفرجوا بقى على الحاجه اللي انتم ممكن تشوفوها. حاجه كده ما تتخيلوهاش. السرير يعني بطش بطش كده من شخاخ العيال. هل انت ما بتشوفش ده؟ يا اللي كنت لو لقيت كوبايه مركونه على المطبخ كان ممكن تمد ايدك على اختك. اقول لكم على الكبيره قوي بقى اللي انا ما توقعتهاش. المطبخ بتاعها ما فيهوش حلل. الحلل وسخه زي ما هي محطوطه تحت السرير. الحله اللي بتحتاجها بتجيبها تغسلها. انا مش عارفه اقول لكم ايه، مش قادره اتخيل اللي انا بحكيه لكم ده. هل انتم مستوعبينه ولا لا؟ لو قلت لك مثلا جايبه بتعمل الشاي، هي الشاي ده ايه؟ لوغاريتمات. ده بتحط الميه في الكاتل وبتصبها في الكوبايات وخلصت. الكوبايات بيبقى مطرحها من بره كده سكر. الكوبايات مبصمه. الصينيه ممكن يكون اتحط فيها مره واثنين وثلاثه واربعه شاي. هي الصينيه دي ما ينفعش تتغسل؟ الكوبايات دي ما تنفعش تتغسل؟ انا كل اللي مستغربه، انتوا حرين في عيشتكم، بس انا مستغربه ازاي ابني يتحول للمنظر ده. ازاي؟ انا بقعد عندهم، عايزه اقول لكم ان انا كتير قوي بقعد اتحجج، اصل انا معدتي تعبانه، اصل انا مش قادره. يا جدعان انا بقرف من المنظر، الحاجه اللي انا شايفاها، ومش عشان انا عايزه اراضي ابني او مرجع من هناك عيانه. وبعدين ببقى مستغربه انت ازاي انت ساكت على كده؟ وبعدين مش عايزه اتدخل واتكلم في نص كلمه، يتقال ساعتها بقى حما وبتتدخل في عيشتنا. ده هو اقرب واحد ممكن يقول انت جايه تخربي بيتي. انا مش جايه اخرب بيتك يا حبيبي، انا مستغرباك ومستغربه ان ده يبقى بيتك. وبعدين هي بقى طول ما هي قاعده متحمره ومتخدره تقولش قاعد مع هند رستم. طب انت يا حلو، انا عايزه اعملي زي ما تعملي، وتحمري وتخضري ودهني شعرك اصفر واحمر واخضر، اعملي اللي تعمليه. بس المكان اللي انت عايشه فيه ازاي انت مستحمله كده؟ ازاي كده؟ انا عايزه لو قعدت اقول لكم من هنا للصبح مش عارفه اقول. هي لما بتكلمني قلت لها بقول لك ايه، من الاخر كده، اللي تطبخه القرعه يتعشى بيه جوزها، انت مالك؟ انت روحي يا ستي زياره. قرفانه، ابقي هاتي لهم، انت اعزميهم على حاجه وخديها وديها لهم يتغدوا بيها سوا. يا اما زي ما تقولي كده اصل انا بطني بتوجعني، اصل انا تعبانه، القولون تعبني، الكلام ده. ولو اني عذراكي وزعلانه جدا جدا على اللي انت بتقوليه ومش قادره احط نفسي في مكانك، بس هعمل ايه؟ طالما هو راضي يتفلق. يا ربنا يهني سعيد بسعيده. انت لا عارفه، انت لو كلمتيها كلمه هتبقى تقيله على قلبها. لو انت قلتي له ليه يا ابني كده يبقى انت راح تخربي بيته. يبقى انت احسن حاجه تعمليها كل واحد حر في عيشته ويهني سعيد بسعيد. بس كده. سلام عليكم.